وانا خارج من السينما قعدت افكر كده، القصه دي لو انا حكيتها لاي حد هيبقى ايه رد فعله، ولقيت نفسي وصلت لحل واحد، ان اكيد الشخص ده هيستنتج ان اللي عمل الحوار ده كله اكيد مصريين. والفيلم اللي بتكلم عليه معاكم النهارده هو فيلم فوي فوي فوي، اخر افلام الصيف، واللي قد يكون اجملهم واحلاهم، وده اللي هنعرفه مع بعض حالا في التفاصيل. اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناه مستر سين، انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن فيلم فوي فوي. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. بس طبعا قبل ما نتكلم مع بعض في اي تفاصيل تخص الفيلم ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، عشان تساعدني اكبر، لان انا مش هكبر غير بيكم انتوا. فيلمنا من بطوله محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، نيلي كريم، واحمد الحجار، والمتالقه في اخر فتره دي حنان يوسف. بتدور قصه الفيلم حوالين حسن، شاب من الطبقه الفقيره في المجتمع المصري او الطبقه الاغلبيه في المجتمع المصري، وعنده حلم وعنده طموح ان هو يسافر بره البلد. بنى كل مستقبله وتخيلاته على ان هو يسافر بره، على الرغم ان هو عايش هو ووالدته اللي يعتبر سنها كبير شويه، لكنه ما عندوش اي مشكله انه يسيبها ويسافر، لحد ما بيجيله في يوم فكره جهنميه فعلا او شيطانيه. حسن بيكتشف بالصدفه ان في فريق كوره للمكفوفين هيلعب بطوله كاس العالم في بولندا في اوروبا، فبيقرر ان هو يعمل نفسه اعمى عشان ينضم للفريق ده. وطبعا بنشوف مفاجآت كتير ومغامرات كتير. التصنيف المعلن للفيلم هو دراما كوميدي، انما رايي انا الشخصي ان هو كوميديا سوداء. وعلى فكره ده بتكتشفه وانت بتتفرج على الفيلم، وبتكتشفه اكتر كمان بعد ما تخرج من السينما. الفيلم بيسيب جواك حاله وانطباع غريب قوي. بعد ما كان في جرعه كوميديا حلوه في الفيلم وفي مشاهد برضه دراما كويسه، ممكن يجي لك حاله اكتئاب شويه بعد اللي شفته في الفيلم. وبما اني اتكلمت في تصنيف الفيلم فتعالوا حالا بقى نتكلم عن التفاصيل والايجابيات والسلبيات اللي انا عارف ان انت قاعد مستنيها. بصراحه الفيلم مليان ايجابيات كتير جدا، هحاول ارتبها عشان ما نتوهش من بعض. اول ايجابيه طبعا موجوده في الفيلم هو الاداء التمثيلي، واللي فيكم تابعني عارف ان انا من الفانز بتوع محمد فراج، واعرف محمد فراج كويس جدا من ايام ما كان لسه ممثل صغير في الاوبرا، لما كان شغال مع خالد جلال في مسرحيه قهوه ساده. اللي فيكم ما شافهاش انصحه يشوفها، هتلاقوها موجوده على اليوتيوب. وانا كنت بروح الاوبرا عشان اتفرج على المسرحيه دي، كانت بتتعرض كل يوم، وكان ممكن اروح في الاسبوع مرتين وثلاثه. وبعيدا عن حب الشخص لمحمد فراج اللي كلكم عارفين ان انا بعشقه وبعشق تمثيله، هتكلم معاكم عن اداء محمد فراج في الفيلم ده. محمد فراج كان بيلعب دور واحد مفتح هيعمل نفسه اعمى، فكان مطالب منه ان هو يمثل ان هو اعمى لكنه هو في الحقيقه مفتح. وطبعا لما يقول ان هو اعمى ده هيدخله في مساءله قانونيه، وممكن يخلق حاله من التوتر، واحنا قدرنا نشوفها ونحسها كتير قوي في السينما مع محمد فراج. اداء متميز جدا، اداء كله صراعات غريبه، عارف يتنوع بين الكوميدي والتراجيدي، عارف يعمل صراع داخلي وانا اقدر اشوفه على الشاشه. ليه مشهد تراجيدي قوي جدا بينه وبين امه، وليه كمان مشهد تراجيدي قوي جدا مع نيلي كريم، وليه مشاهد كوميديه كتير حلوه قوي. محمد فراج من الممثلين اللي خامتهم حلوه قوي وبيذاكروا الدور كويس جدا. وفي الفيلم ده محمد فراج فرض عضلاته ومتعنا بامكانياته التمثيليه. وعلى فكره مش محمد فراج بس اللي كان متالق، طه دسوقي كان متالق جدا، وبرضه عامل تحول حلو قوي في شخصيته من شخص راضي لشخص ناقم على المجتمع. اللي فيكم اتفرج على الاعلان هيلاقي ان طه دسوقي في فتره عمال يقول لاصحابه احمدوا ربنا واشكروا ربنا على اللي انتوا فيه، لحد ما بيحصل موقف معين وحدث معين جوه الفيلم بيخلي طه دسوقي نفسه يتغير ويتحول، بيخلي الشخص الراضي والقانع اللي جوه ده يبقى واحد ناقم. وبصراحه طه دسوقي عرف يعملها حلو قوي هو كمان. وامجد الحجار عمل اداء حلو جدا على فكره، برضه امجد الحجار من الدفعه بتاعت خالد جلال، والثلاثه دول في الفيلم كانوا اصدقاء، وتحس ان الصحوبيه دي كانت حقيقيه قوي، وده من شده اتقان التمثيل. ما تحسش ابدا ان الصداقه اللي بينهم كانت فيك ولا كانت تمثيل ولا حاجه. ولا الغول بيومي فؤاد اللي اتكلمت عنه باستفاضه في الحلقه بتاعت وش في وش. بيومي فؤاد من ساعه فيلم وش في وش وهو فعلا بينقي ادواره. الراجل قال كده، قال تابعوني في الفتره اللي جايه انسوا القديم، وحقيقي ابهرني. يخرب بيت الابداع والاتقان والصراعات الداخليه اللي قدر يجسدها. الممثلين قدروا ينقلوا لي الصراع الداخلي لكل واحد فيهم بطريقه مستفزه. كل واحد من اللي انا قلتهم دول هو نفسه يسافر، وكل واحد عنده مشكله شخصيه مختلفه. انا حسيت بكل واحد فيهم، انا عشت معاناه كل شخص فيهم، وده من شطارتهم. بيومي فؤاد رغم فرق السن الكبير اللي بينه وبينه لكني حسيت مشاكله قوي. محمد فراج رغم ان انا ما بعيش نفس ظروفه لكني برضه حسيت بمشاكله. طه دسوقي كذلك. كل الناس، كل الممثلين ابدعوا ان هم ينقلوا مشاعرهم بطريقه واضحه جدا بالنسبه لي. اما نيلي كريم في اول مشهدين ثلاثه انا كنت عمال اسال نفسي هي ليه نيلي كريم هي اللي بتعمل الدور ده، لحد ما جه مشهد درامي هي بتلعبه مع محمد فراج. وطبعا كلنا عارفين كويس جدا نيلي كريم احسن واحده تعيط في السينما المصريه، ومحمد فراج اصلا مبدع وقنبله مشاعر. فلما يبقى في مشهد درامي بيجمع بين نيلي كريم ومحمد فراج خليك عارف انك هتتاثر جدا جدا بكل كلمه هتتقال وبكل دمعه هتنزل منهم. فبصراحه انا ما عنديش اي تعليق سلبي على اي ممثل في الفيلم ده، حتى الممثلين اللي ادوارهم صغيره او ظهورهم قصير قدام الكاميرا زي حجاج عبد العظيم اللي اتبسطت جدا ان انا شفته، ومحمد عبد العظيم
العظيم عاملين دور حلو قوي. كذلك حنان شوقي اللي عامله دور حلو جدا برضه، وليها مشهد قوي قوي مع محمد فراج. وبسنت شوقي ليها مشهدين ثلاثه ما اتضايقتش خالص من ظهورها. تاني ايجابيه هتكلم عليها معاكم هي المنتج. ايوه طبعا المنتج محمد حفظي. لما بقى في منتج جريء وعنده الجراءه ان يعمل فيلم زي ده لمخرج اول مره يظهر فلازم نحييه. المنتج هو اكبر ترس في المنظومه بتاعه صناعه السينما، والراجل ده لو ما كانش امن بالفكره ما كانش الفيلم ده شاف النور. فبرافو قوي محمد حفظي ان قلبك جامد وقلبك جابك تعمل فيلم زي ده. ومن الحاجات كمان اللي عجبتني في الفيلم الموسيقى التصويريه اللي عاملها ساري هاني. ومن الحاجات كمان المميزه في الفيلم الموسيقى التصويريه اللي عاملها ساري هاني. بصراحه الموسيقى تدخلك في الاحداث بطريقه غريبه قوي، ودايما الموسيقى التصويريه محافظه على البرويق اللي هو ببساطه كده الصوت اللي حوالين الموقف. يعني مثلا لو بنصور في ملعب هتلاقي الدوشه بتاعه الملعب وصفاره الحكم والكلام ده، بنصور في مطعم هتلاقي صوت الاطباق والكلام ده. كانت معموله حلوه قوي، قدرت تدخلني في المود بتاع كل مشهد واصدق كل تفصيله بتحصل. حتى الملابس برضو مميزه، الناس لابسين لبسهم العادي، تيشيرت مكسر مش مكوي، الوان متناسقه مع الشخصيات، كل واحد لابس الوان شخصيته. مش عايز اتكلم براحتي عشان ما احرقش، بس لما تشوف الفيلم هتفهم قصدي. نيجي بقى للتأليف، ودي اكتر حاجه خضاني. خبر عدى علينا كده كلنا مرور الكرام، انما هنا في واحد واعي اسمه عمر هلال خده حلله عمل منه فيلم، خلق منه احداث، عمل له حبكه، ما عداش عليه كده زي ما عدى علينا كلنا. ايه يعني فريق الكوره كلها هربت حتى لو مكفوفين، حتى لو عاملين مكفوفين طلعوا نصابين، هنعمل ايه يعني؟ الراجل ما سكتش، الراجل قعد واشتغل على كل شخصيه، وتخيل ان هم ليهم ليدر، ورسم سيناريو وفكره وحوار جامدين جدا. وما اكتفاش بده، لا ده كمان اخرجهم بطريقه مبتكره بجد. بامانه انا مستغرب ازاي ده اول فيلم ليه. ده حد مميز قوي، هو كان شغال قبل كده في الاعلانات بس. الراجل بيطل علينا لاول مره في السينما بفيلم جامد جدا، قد يكون على فكره اجمد فيلم في 2023. انا عمال اقارن في دماغي كده بينه وبين وش في وش، بس مش قادر احدد لسه. نرجع لعمرو هلال المخرج المتميز اللي عارف حتى يختار اللوكيشن اللي بيصور فيها، المناطق الشعبيه اللي بيلعبوا فيها كوره، المقابر اللي صور فيها، المشاهد الموجوده في الاعلان لما اتفرج عليه بتاعه الهجره الغير شرعيه والحاجات دي معموله حلوه قوي. التلوين بتاع الصوره مختار الوان ماشيه مع المود والستايل، الحاره والبيت اللي قاعد فيه محمد فراج، الحيطان المشرخه، الفرش بتاع سريره، الكوره حتى اللي بيلعب بيها، السطح اللي طلع يلعب عليه، كل تفصيله في الفيلم الراجل ده واخد باله منها كويس قوي. احنا قدام مخرج جديد شكله هيبقى قوي جدا، وكمان بيلعب على لاين فاضي، كوميديا سوداء، بقالنا كتير ما شفناش الستايل ده. زي ما قلت لك رغم ان الفيلم فيه مشاهد كوميديه كتير، الا ان هو ممكن يسيب جواك كده خنقه وكبته صغيره، لو فكرت بعينين ودماغ كل شخصيه في الفيلم ممكن تتعب. فبرافو قوي عمر هلال في اول تجربه ليه انها تخرج شيك وحلوه بالشكل ده، لازم حقيقي نشجعه ونحييه. ومن الايجابيات اللي موجوده برده في عمر وهو بيشرح وبيقدم لنا شخصيات، قادر يحط لنا تفاصيل كتير. كل شخصيه زي ما قلت لك في الاول ليها مبررها، هي ليه عايزه تسافر او ليه الفكره جت في دماغها اصلا. ما خلانيش قاعد بتفرج وبقول هو ده بيعمل كده ليه، لا كل حاجه ليها سبب، كل حاجه متمنطقه، ليها منطق، ليها اصل. والاحلى ان هو بيتكلم عن قصه حقيقيه، قصه واقعيه حصلت فعلا. وانت لو ركزت زي ما قلت لك في اول حلقه، اللي حصل ده ما ينفعش يحصل غير من المصريين. الافكار الجهنميه دي بتاعتنا احنا بس، الفهلوه والفزلكه دي احنا بس ملوكها. وبيتهيألي ان المخرج حب يبروز الموضوع ده. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن سلبيات الفيلم. الفيلم مقسوم نصين، النص الاولاني اللي هو قبل البريك والنص اللي بعد البريك. النص الاولاني خد وقت طويل شويه في التمهيد وشرح شخصيات، كان مميز لكنه كان فيه لنجره شويه، عكس النص الثاني اللي كله تويستات وكله حاجات مفاجاه وكلها حاجات خادعه. انتوا عارفين كويس ان انا قاعد بتفرج على الفيلم بقول لك انا كنت عارف ان هيحصل كذا وهيعرف كذا. النص الثاني ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل، كنت كل شويه اخد بلوت تويست في بلوت تويست واضحك. لكن اللنجره اللي في الاول دي ما كانتش مؤذيه قوي، لا عادي تعدي ما فيهاش مشكله. بعض قطعات المونتاج قد تكون كانت حاده الى حد ما وما كانتش سلسه، لكنها بعد كده مع مرور الاحداث اتحسنت وبقت جامده جدا. وطبعا السلبيات دي تعدي لان احنا قدام فيلم حقيقي مميز قوي. وزي ما قلت لك انا عايز اقول عليه اجمد فيلم في 2023، لكن وش في وش واقف قدامه وش في وش. بس مبدئيا كده لو هنقارن بين الاداء التمثيلي، لا فوي فوي يكسب. هنقارن بين الكتابه، وش في وش يكسب. هنقارن بين الاخراج، هتقف مربع ايديك، الاثنين جامدين جدا، محتاج تتفرج عليهم تاني. فانا هعمل حلقه تانية اقول لكم مين اجمد فيلم في الموسم الصيفي، او بلاش كلمه في الموسم الصيفي لان الموسم خلاص تقريبا خلص، اقول لكم مين اجمد فيلم في 2023 من وجهه نظر الشخصيه. وبس كده لحد هنا خلص الحلقه. وتقييمي النهائي الفيلم فوي 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 هو 8، قد يكون 8.5 من 10. هرجع اكد عليكم تاني بعد ما اشوف الفيلم تاني لان هو لازم يتشاف كمان مره. ومش هو بس، لازم اشوف كمان وش في وش كمان مره عشان نقدر نطلع مين الفيلم الفائز الافضل في 2023. وبس يا سيدي لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت.